السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بكم ما شاء الله اليوم فيديو جديد. هاد الفيديو ما كنتش غادي ننزله معكم في رمضان، صورته وقلت نخليه حتى لمورا رمضان عاد ننزله، ولكن راه من كترت ما هاد الطريقه ديال التعسيل ديال المنظرين كنحماق عليها وكتجي. شوفوا من الداخل المنظرين كيفاش داير معسل. نقدو نصايبو به طويجنات، نقدو نديروه في لي طارت نعمرو به، نقدو نديروه في الحشو ديال الكاطو بالكريمه من الداخل نديروه مع الحشو، نقدروا نديروا تزيين من الفوق. عنده عدة استعمالات، أنا تناكلو بحال ما هكا تنحماق عليه، شي مرات تناخد غير بحال ما هكا تنقسمها على جوج وناكل وحده ولا وحده ونص بلا ما نديرها ما شي حاجة فريدة من نوعها، والله ما كنت غادي ننزله وقلت هذه هي وقته. شوفوا من الداخل كيفاش دايرة معسلة، قلت هذه هي الوقت ديال المنظرين موجود في السوق. وبالخصوص هذا النوع اللي غنوريكم ها هو، هذا النوع تيكون من الداخل شوفوا كله ما القشرة ديالو رقيقة بزاف وأحمر من برا كيلمع، ومن الداخل ما بين القلب والقلب ديال هذا ديال المندرين ما كاينش ديك الجلدة البيضا. وشوفوا الجناب ما كايناش هذيك اللبابة البيضا بالمرة. وهاد هاد المندرين هاد الوقيته موجود في السوق ورخيص بزاف، خدي 2 كيلو ب5 دراهم، يعني 2 دراهم ونص الكيلو، باطل رخيص بزاف. داكشي اللي بغيت نشارك معكم الفيديو في وقت ديال المندرين باش اللي بغيتو تصايبوه، راه شي حاجة فريدة من نوعها، كيجي كيحمق. كنعسلوه بحال ما هكا، هانتوما تشوفوا معايا الطريقة كيجي غزال. آمم، شنو بغيت نقول لكم، عند هاد الليمون عنده هاد المندرين عنده واحد السمية ولكن مشات ليا دابا، ملي تنبقاو نصورو تيمشي لينا كلشي داكشي اللي تنكونوا باغيين نقولوا بكل صراحة. أنا عارفة السمية ديالو مشات ليا، هو هذا شوفوه من برا كيلمع. ملي كنضغطوا عليه مزيّر باين عامر بالما وباينة قشرته رقيقة وكيلمع. فاش كنجيو نقشروه راه كنخسروه إلا جينا نقشروه غير بيدينا. أنا غسلته مزيان، غادي نديرو في واحد الطنجرة، سفتو في الطنجرة وغادي نعمر عليه الماء، حيت كنسلقوه جوج د المرات، واحد السلقة خفيفة غير 4 ديال الدقايق في المرة الأولى و4 دقايق في المرة الثانية. كنوريكم ما خصوش بعدا من نجيو نصايبوا هاد الليمون نغسلوه ما نديروش شي وحدة هكا رطبة ولا شي حاجة، خصو يكون الليمون هاد البرتقال يكون باقي قابط راسو مزيان باش ما يتحلش لينا في السليق. ناخدوه جديد ونصايبوا به ونعسلوه. أنا عمرت عليه الماء، غادي نغطيه الطنجرة وغادي نديرها فوق النار. فاش غدا تبدا تغلي نحسب لها 4 دقائق فقط، وغادي نصفي من هذاك الماء اللي طايب. ها هي بدات كتغلي، نخليها دابا 4 ديال الدقائق وهي بحال ما هكذا نار متوسطة. وغادي نفرغ داك الماء وغادي نعاود ندير ماء آخر ونخليها 4 ديال الدقائق. علاش هاد العملية؟ باش كيطيب الليمون من الفوق كترطب ديك الجلدة، وباش ما كتبقاش كاع اللي كانت شي مرورة ما تبقاش اللي كتكون في الجلدة، واخا هذا راه ما فيهش كاع ديك اللبابة البيضا اللي مرة. أنا المرة الثانية كنفرغ عليه ماء آخر بارد وغادي نخليه ثاني فوق النار 4 ديال الدقايق. شوفوا راه اللون ديالو شوية تغير من تسلق المرة الأولى. ها هي المرة الثانية بدا تيغلي، غادي نخليه 4 دقايق وغادي نصفيه من الماء وصافي، وندوزو للمرحلة الأخرى اللي هي التسال. هاد المرة الأولى غير كنسلقوه يطيب واحد شوية ونحيدو منه المرورة. عندي أنا كيلو ونص ديال الليمون، هنا درت كيلو ديال السكر سنيدة. غادي ندير معاه قياس داك الكاس ديال الماء ديال العنبة وجوج ديال الساشي ديال الفاني. نقدو ما نديروش الفاني، نديرو فاش نذوبو هاد السكر ونصاوبو داك السيرو نديرو فيه القرفة، ولكن انا غادي ندير الفاني، كيعجبني بالفاني. والقرفة تنديرها فاش كنديرو في القريعات، كيجي خطير كيجي رائع. نقدو ناكلوه بلا ما نستعملو حتى فحاجة، كيجينا لذيذ معسل بحال كنعضو في شي المشماش ملي تيكون مصايب اللي كنخضرو به الطويجنات. هنا هاد المرحلة قبل ما نديرو في السيرو اللي كيطيب كنشدو كنتثقبو كله بحال ما هكذا من الجناب كلهم. علاش قلت لكم ما يكونش في الأول رطب باش ما يتفرقعش لينا ملي نكونوا تنسلقوه، ما يدخلش ليه الماء لداخل. وفي هاد المرحلة الأخرى عاد كنتثقبوه، حنا كنتثقبوه باش يدخل ليه التعسل لداخل، باش داك راه هو عامر بالماء لداخل ما يبقاش مسدود. نديروه في الكراميل ماشي تكرملنا القشرة ويبقى لداخل مسدود، ضروري خص يدخل له داك السيرو باش يتكرمل فيه لداخل وكيعسلو كيجي. جالسة كنشكر ونعاود لحقاش أنا هاد الوصفة كتعجبني بزاف، هاد المندرين بهاد الطريقة كنحماق عليه. هنا السكر كيذوب كيبقى لنا بحال هكا بيض حيت باقي ما دايبش، باقي حبيبات تنبقى نحرك فيه حتى كيذوب. عاد باش كنحط فيه المندرين كنوريكم راه ما مطرطقه ما والو، تتقبلوا كلهم بحال ما هكذا ما تطرطقوش. ديتهم انا ثقبتهم مزيان
وغادي نتسنى يذوب ليا السكر وغادي نرميهم فيه. اللون ديالو كيشهي، لونو كيكون حمار. هاد الليمون راه هاد المندرين راه معروف في السوق فاش كنلقاوه تيكون لونو كيلمع وكيكون صغير، ومن الأحسن نختارو الصغير اللي نعسلو. آمم، ها هو السكر بدا كيذوب، من تيذوب بحال هكدا من تيولي اللون ديالو شفاف راه ما بقاش فيه الحبيبات راه داب. في هاد المرحلة عاد دابا نحط فيه الماندارين ديالي، ما نحطوش في الأول فاش تيكون السكر باقي تيبان لينا حبيبات ما دايبش، بحيث فاش غادي نديرو داك السيروب في القريعات ونبغيو نحتفظوا به غادي تسكر لينا، غادي يولي السكر يرجع يولي حبوب. صافي دابا غادي ننزل فيه الليمون اللي طايب، غادي غير نعسلوه ونخليوه يدخل ليه داك الكراميل من الفوق داك الكراميل، داك السيروم من الداخل باش يعسلو يجي مكرمل. كيتبدل حتى اللون ديالو فاش كنعسلوه كيولي لونه احمر من البرا كيلمع مذهب. صافي في هاد المرحله كنقصو على النار وكنخليوه يغلي، نخليوه يتسبخ حتى كنشوفو داك السيروم بدا كيتقال، عاد كنطفيو عليه. ما نخليوش يتقال بزاف، الا تقال بزاف فاش يبرد غادي يولي بحال العسل، حنا مبغيناش يولي بحال العسل حلو بزاف. ها نتوما اللون تبدل من بدا يطيب على ملي كيبدا يطيب في الاخر في السيرو اللون ديالو كيتبدل كيولي احمر. هنا فاش كتبان ليا ديك الرغوه اللي كتطلع من الجناب كنحيدوها ضروري، بحال ملي كنحيدوها على اي فاكهه كنا كنديروا بها الكونفيتير ولا شي حاجه كنبقاو نحيدو هاد الرغوه، ما كنخليوهاش كتبقى تطلع لكم مع الجناب حيدوها. دابا قربت نطفي عليه، شوفوا اللون كيفاش ولا، واخا تيبان داك السيرو باقي خفيف راه هو ملي كنحطوه ملي كيبرد كيتقال واحد شويه. هاد الفيديو في الصراحة ما كنتش ناوية نشاركه معكم، ولكن من كترت ما تعجبني هاد الطريقة للمندرين قلت نشاركه معكم دابا في هاد الوقيته اللي موجود المندرين في السوق ورخيص بخصوص هاد النوع هذا. دابا صافي طفيت عليه، ما شاء الله اللون كي داير والمذاق راه ما نقولكمش، المذاق رائع واللون كيشهي يعني العين كياخد العين. غادي ناخدو هو سخون وغادي نعمر دابا في القريعات اللي انايا غاسلهم بالما طايب، وغادي نعاود انا دائما هاد الحوايج اللي المعسلات اللي تبغي نحتفظ بهم ولا المخللات نعاود نعقم القرعي باش يبقاو ليا مده طويله، نحطهم غير في البلاكار تيبقاو ليا تقريبا عام، ما كيغمالو ما والو كيبقاو صالحين. بدل ما نبقى حاطاهم في المجمد كنصايبهم الطريقه الصحيحه ديال التخزين وكنخزنهم. صافي كنهزو المندرين ديالنا ونحطوه في القرعي، اولا الا بغينا نديرو شي، الا بغينا نحطهم في المجمد كنديرو شي علاب يكونوا مربعين ولا مستطيلين وكنستفوا وحده حدا وحده ما نضغطوهمش. انا حتى هنا راه ما غاديش نضغطهم، ما غاديش نمعسهم، هما اصلا ما كيتعجنوش راه كيبقاو قابطين. هنا ندير شويه القرفه كنعمر عليهم السيرو اللي طابوا فيه. انا هاد المندرين واخا صورت معكم دابا راه كيلو ونص، باقا غادي نزيد وغادي على الاقل ندير 6 ديال القريعات ولا 8. كيعجبني انا يبقى عندي كنديرو في ليطاس، كنديرو تنديرو في الكاطو، تنديرو في الحلويات، كتزين في هذوك الكويسات ديال التحليه بزاف ديال الوصفات كندخلو فيهم. ممكن دوك الصغيورين نديرهم في الطواجن بحال البرقوق والمشماش كيجيو رائعين في المنظر وفي المذاق، نقدروا بهم اللحم. صافي انا عمرتهم، درت فيهم الوداد ديال القرفه باش زيد تنساهم ليا، وغادي نعمرهم بهذا السيرو اللي هو باقي سخون، وغادي ندير الطنجره ندير فيها الماء ونحطهم نحط القريعات في وسطها ونخليهم 15 دقيقه هما وداك الماء طايب كيغلي. صافي وكنخرجهم بحال العاده اللي كندير، كنخرجهم كنقلبوهم كنخليهم يباتوا مقلوبين باش يخرجوا من داك النفس ما يبقاش فيهم نهائيا. هذيك هي التعقيم اللي تخلي لنا المخلل اولا المعسلات اللي تنحصاو، هادو المخللات بحال هكا المخللات ولا الحاجات اللي تكونوا معسلين بحال هكذا يبقاو لينا مده طويله ما يغمالوا ما والو.
وهاد السيرو اللي بقى عندي في الطنجرة بطبيعة الحال غادي نستعملو فشي نسقي بيه شي بسبوسة ولا مناس بالمذاق ديال الليمون، لحقو طريقو غادي حتى هو غادي نخليه غادي نستعملو. صافي دابا غادي نحط الطنجرة فوق النار نخليها تغلي واحد ربع ساعة، وناخدهم منها نحطهم مقلوبين. وها هو النهار الآخر، هما القريعات ديالنا باردين، كنت قالباهم دابا عاد رجعتهم قعدتهم يعني قلبتهم عاوتاني. الليمونات اللي بقاو عندي بجوج، وحده كليت نصها، مذاقها كيشهي من الداخل معسلة وطرية. كنوريكم تيجي زوين بزاف بزاف. تخيلوا ملي كنقطعوه في شي طورطات ولا كيفاش غادي يكون المذاق ديالو. شوفوا من الداخل تنقرب لكم باش تشوفوا من الداخل، راه طريه ما يابسه ما والو، معسله ومن الداخل طريه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها تستحق التجربه. وهذا هو الليمون باش صايبت معكم. اصلا هو تيكون من برا احمر، تيكون في الغالب تيكون صغير، ومن الداخل كما قلت لكم شوفوا كيفاش داير، ما فيش كاع هذوك الخيوط هذوك الجلوده اللي تيكونوا من الداخل ديال اللي تيكونوا في البرتقال بيضين. الجناب ما كاينش كاع البابه في الجلده بيضه، اصلا حلو ماشي حامض. السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.